خلّيني أسألك سؤال بسيط وأنت جاوب عليه كده بكل صراحة وبكل هدوء. لو لا قدّر الله وظيفتك وقفت أو شغلك وقف بُكرة، مرتبك اتأخر، الحساب بتاع البنك رصيده نقص، هتحس بإيه؟ بخوف، بتوتر، بقلق، بضيقة؟ قبل ما تجاوب تعالَ نرجع بالزمن ورا شوية كده ونفتكر أو نعرف الإنسان القديم كان عايش إزاي. كان بيصحى الصبح يطلع يصطاد وما كانش ضامن إنه يرجع بأكل، ممكن يتصاب، ممكن يفشل، ممكن يجوع، لكنه ما كانش مرعوب زي ما إحنا مرعوبين دلوقتي. الإنسان الحديث مرعوب فعلًا، لإن الأفعال اللي إحنا بنعملها أو اللي إحنا شايفينها قدّامنا بتدل على إن في رعب، رعب مالي، خلّينا نسميه كده، الرعب المالي موجود عندنا، هو اللي بيحرّكنا. طيب ليه؟ ليه إنسان ما عندوش ضمان، ما عندوش مخزون، ما عندوش وظيفة، ما عندوش رصيد، ولكن أقل قلق، أقل توتر، أقل خوف مننا؟ خُد بالك من الجملة دي كويس وحاول تستوعبها. الإنسان القديم كان مطمئن لإنه بيعرف يصطاد، والإنسان الحديث قلقان وخايف ومتوتر لإنه مش عارف يولِّد دخْل، مش عارف يجيب دخْل. هنا الفرق. تعالَ بقى جاوب على السؤال اللي أنا سألته لك في أول الفيديو. لو وظيفتك راحت لا قدّر الله، هل عندك مهارة تجيب فلوس؟ هل فاهم النظام اللي أنت فيه؟ هل هتقدر تقوم وتبتدي من الأول، والّا كل اللي عندك مرتب أو عقد ومستني آخر الشهر أو نهاية العقد؟ هنا الفرق. المشكلة مش في الفلوس، المشكلة مش في الوظيفة، ولكن المشكلة إن هم أخدوا مكان القدرة، حلّوا محل القدرة. المفروض إن القدرة تبقى موجودة. القدرة على إيه؟ القدرة على الصيد، القدرة على توليد الدخل، عن طريق مهارة، عن طريق مرونة، عن طريق فهم حقيقي للي أنت بتعمله. فلمّا الفلوس والوظيفة حلّوا محل القدرة، فالناس بقت إيه؟ بقت آمنة شكليًا وضعيفة فعليًا. الاطمئنان الحقيقي مش معناه إنك مش هتخسر أو معناه إنك غني، لأ. الاطمئنان الحقيقي إن أنا قادر على إن أنا أبقى غني، أنا قادر لإن أنا فاهم النظام اللي أنا ماشي فيه، اللي أنا موجود فيه، أنا قادر لإن أنا عندي مهارة، عندي قدرة بتولِّد دخل. الاطمئنان يعني حتى لو خسرت أنا أعرف أرجع تاني، زي الصياد اللي فشل النهارده ولكن هو متأكد وقادر على إنه بكرة هيطلع يصطاد وهيرجع بالفريسة. هنا الفرق ما بين عقلية الصياد، مش هاقول كل الناس ولكن معظمنا، إحنا محتاجين نطوّر عقلية الصياد اللي كانت موجودة عندنا. خلّي بالك مش مطلوب منّك إنّك تبقى غني، مش مطلوب منّك إنّك تبقى رجل أعمال، مش مطلوب منّك إنّك تبقى رائد أعمال، مش مطلوب منّك حتى تجري ورا حلمك. المطلوب منّك دلوقتي إنّك ترجّع قدرتك على الصيد، تحت أي وضع، تحت أي ظروف، جنب أي نظام. القدرة على الصيد ربنا سبحانه وتعالى خلقها جوانا، فدي موجودة في الفطرة البشرية. لازم نرجّع قدرتنا على الصيد لإن هي دي مصدر الاطمئنان. إحنا مش محتاجين أمان أكتر على قد ما إحنا محتاجين اطمئنان حقيقي، مبني على قدرة، مبني على فهم، مبني على وعي، مش مبني على وظيفة، مش مبني على مرتب ولا حتى رصيد في حساب بنك. أجدادنا ما كانوش آمنين ولكن كانوا مطمئنين، وإحنا آمنين بس نسينا نطمن. في الفيديو اللي جاي أنا هاقول لك بقى إزاي نرجّع عقلية الصياد في عالم الرواتب اللي إحنا عايشين فيه ده.